كنت باحث على عميل واحد، وكانت عندي مشكلة كبيرة في الموضوع ده، إن العملاء مش لاقيين حاجة مثلًا يبصوا عليها فيشوفوا الخبرات بتاعتي، يشوفوا نماذج الأعمال، يشوفوا الحاجات اللي أنا عملتها بجد. فعشان أعرف أحل المشكلة دي، السنة اللي فاتت عملت استثمار بسيط جدًا، 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 ألا وهو إني أعمل بورتفوليو اونلاين لنفسي، اعمل موقع لنفسي. والموضوع يخض، اللي هو ايه ده تعمل موقع لنفسك وبتاع ده، وانت محتاج ديفلوبر ومحتاج ويب ديزاينر وبتاع ما اعرفش ايه. ده طلع ان الموضوع ابسط بكتير من كده. مجرد الاستثمار البسيط ده اللي كلفني مبلغ يعني بروجكت واحد، فيديو واحد يعني يغطيه، الموضوع فرق معايا جدا لدرجة ان انا شيماء انا حققت السنه اللي فاتت آلاف الدولارات من مجرد عمل الموقع ده. ايه اللي حصل بقى؟ عملت الموقع، حطيت عليه نماذج الاعمال بتاعتي، حطيت عليه الخبرات بتاعتي، قلت في اوله انا مين، وعملت عباره عن اونلاين بورتفوليو. وفي الاخر حطيت كمان التسعير بتاعي عشان خاطر ايه؟ العملاء ما تصدعنيش بعد كده وتقول لي طب الاسعار ايه، طب كذا. لا، انا حطيت كل حاجه واضحه قدام الناس، ومن تحت في الاخر حطيت الايميل بتاعي في الموقع عشان خاطر العملاء يبدأوا ان هم يكلموني. من بعدها بدأت العملاء تكلمني بشكل مستمر، وكل شوية تجيني منتجات اكتر، وكل شوية يجيلي شغل اكتر. وده اللي خلاني احقق مبالغ كتير جدا من شغل اونلاين عن طريق الموقع البسيط اللي انا عملته ده. انت عايز تعمل موقع او انت عايزة تعملي موقع؟ الموضوع سهل وبسيط جدا، تعال اوريك ازاي. طيب انا ممكن حد يجي يسالني ويقول لي يا كيمياء، هو انا ليه محتاج ويب سايت اصلا؟ ما انا ممكن اعمل البورتفوليو بتاعي على اي حته. احب اقول لك ان في مزايا كتير جدا لعمل الويب سايت. اول حاجه هي التفرد، انك انت تكون حد متفرد، عندك الموقع الخاص بيك، عامل زي كده ايه، ما تروح مثلا تأجر شقه عند حد، بس في المقابل انك انت بدل ما بتأجر شقه عند حد، ده انت بتملك شقه. فانت بتملك الموقع الخاص بيك، انت المتحكم فيه، تحط عليه اي حاجة انت عايزها. تمام، دي اول نقطة، وطبعا تعدله بالشكل الذي يتناسب معاك انت. دي اول نقطة. تاني نقطة، بيتيح ليك انك تعمل ايميل احترافي خاص بيك. ايميل احترافي يعني مثلا ايه؟ ما يبقاش مثلا الايميل بتاعك ikemia@icloud.com، او مثلا انت مثلا اسمك احمد جودة يبقى اسمك احمد جودة 135@gmail.com. لا، مفيش الكلام ده. ده ساعتها هيكون مثلا الايميل بتاعك info@ahmedguda.com. او لو كان مثلا اسمك هبه حافظ، مثلا بدل ما يكون هبه حافظ 765@icloud.com، هيكون الايميل بتاعك اسمه contact@hebahafiz.com. فدي نقطه في غايه الاهميه. ماشي، بعد كده بقى ايه؟ نخش على حته انك انت بتعدل البورتفوليو بتاعك، وبتعمل وبتحط فيه بالشكل اللي يتناسب معك انت ويتناسب مع الجمهور المستهدف بتاعك. بتعمل اللاي اوت بتاعه، والموضوع ده بقى سهل جدا. زمان لما انا قررت ان انا اعمل مثلا ويب سايت، الموضوع كان في غاية التعقيد بجد. انا استعنت بويب ديفلوبرز وديزاينرز عشان خاطر يظبطوا لي الدنيا. لكن دلوقتي مع التقدم التكنولوجي، ومع دخول آليات محركات الذكاء الاصطناعي في الموضوع، بقى الموضوع في غاية السهولة. ومش بس بقى في غاية السهولة، ده بقى في غايه مش عايز اقول الرخص، يعني عايز اقول ايه، ان ايه، بقت في متناول الجميع دلوقتي. يعني دلوقتي الموضوع مثلا كان ممكن يكلفني زمان، ولنفترض لو احنا هنتكلم بالدولار، كان ممكن يكلفني عشان اعمل هوستنج هيكلفني مثلا حوالي $20 في الشهر، اللي هو $240 في السنه والكلام ده. لكن دلوقتي الموضوع بقى اسهل من كده بكتير. تقدر باستخدام مثلا الموقع اللي انا هرشحه لكم دلوقتي، هو موقع في غايه الروعه. موقع يعمل لك كل اللي انت نفسك فيه داخل بوابة واحدة، ألا وهو موقع هوستنجر. موقع هوستنجر، خلي بالك، موقع هوستنجر ده من أشهر المواقع اللي تقدر تعمل عليها موقع خاص بيك وتعمل عليه استضافة والحاجات دي كلها. موقع في غاية الروعة.
وما تتخضش لو لقيت الواجهه قدامك انجليزي. ليه؟ لان موقع هوستنجر بيدعم اللغه العربيه بنسبه 100%. فعندك هنا ادي اهو الدول العربيه بتدعم الدول العربيه بنسبه 100%. ونخش بقى على النقطه القويه جدا جدا في هوستنجر، الا وهي بقى ايه؟ سعر الحاجه مقابل المزايا الكتير جدا اللي بيديها لك. يعني مثلا لو انا هختار حاجه من دول، انا مش هروح اختار كلاود ستارت اب، الا بقى لو انا بقى عندي ستارت اب هيكسر الدنيا وبتاع ما اعرفش ايه، ساعتها انا بقى ممكن ايه اختار كلاود ستارت اب. لكن انا بالنسبه لي عندي يا اما البريميوم يا اما البيزنس. فانا لو هختار هبص كده على المقارنات ما بينهم. دلوقتي ايه الدومين مجاني هيديني فين اللي هيديني دومين مجاني؟ الاثنين هيدوني دومين مجاني. دومين مجاني معناها انك انت مش هتحتاج تروح تدفع تشتري دومين من بره. يعني انت لو رحت اشتريت دومين من بره هيكلفك مثلا من 10 ل $20 دومين لوحده في السنه. اما ده فبيديك دومين مجاني. ده اول نقطه. تاني حاجه بيتيح ليك انك انت تعمل استضافه ل100 موقع. الاثنين بيتيحوا ليك استضافه ل100 موقع. في مزايا انا لما دورت وبصيت في البيزنس لقيت ان في مزايا في البيزنس مخلياني اروح ناحيه البيزنس اكتر، لان البيزنس زياده كام؟ $1.25 عن التاني، او $1.20 عن التاني. وبصراحه الموضوع فارق معايا جدا. يعني عندك البيزنس ب $3.79 وده ب $2.59 لو انت اخترت ال 48 شهر. لكن احنا هنروح للنقطه دي بعدين، ماشي. وفي بقى ايه مميزات كتير جدا. من ضمن بقى المميزات انك انت تقدر تنزل عليه ووردبريس، وانك انت تختار عليه في قوالب مجانيه. قوالب مجانيه اللي هو الثيم، شوف شكله عجبك اعمل له ابلاي ينزل على طول عندك على الموقع. وكل اللي انت محتاجه انك انت تغير بس ايه الكلام اللي فيه عشان خاطر يتناسب مع البورتفوليو الخاص بيك. دي نقطة في غاية الأهمية. في عندهم حاجة اسمها منشئ المواقع من هوستنجر، اللي هو سيبك بقى من ووردبريس خالص. لو انت عايز تعمل الموقع بتاعك باستخدام هوستنجر يقدر ان هو يعمل لك الموقع، وعندهم 150 قالب. وكمان عندهم منشئ للموقع باستخدام الذكاء الاصطناعي، تقدر انك انت تعمل كده. ولو انت عايزه يكتب لك مقالات هيكتب لك مقالات، عايزه يعمل لك صور هيعمل لك صور. كل ده باستخدام الذكاء الاصطناعي زي ما انت شايف. هو في مولد الصور، في كاتب AI، في منشئ المدونات، في خرائط الحرارة، وحاجات كتير جدا جدا جدا. لو انت بقى عايز تستقبل فلوس، ودي حاجة انا دايما بعملها لما باجي اشتغل مثلا مع العملاء، فهو بيوفر لك اكتر من 20 وسيله دفع تقدر تعمل بيها. مش عايز اكلمكم كتير بقى عن الحمايه والخدمات والدعم، لان كله صح زي ما انت شايف اهو. ففي كميه مزايا كبيره جدا 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 موجوده في هوستنجر. انا عارف ان في سؤال عند ناس كتير جدا جدا منكم هتيجي تقول لي طب يا كيمياء معلش احنا في مصر، احنا الناس اللي هتتفرج عليا من مصر الله يكون في عونكم، احنا في مصر احنا مش هينفع ندفع عشان ما فيش دفع بالدولار وبتاع. اقول لك ان هم موفرين حاجه للناس، الا وهي بقى ايه؟ الدفع عن طريق فوري. انا دلوقتي موجود في امريكا، لكن لو انت هتعيش في مصر، يعني انا بص هنا ايه، عشان انا في امريكا، فالاختيار ده مش ظاهر ليا، لكن هو هيظهر لكم انتوا. بص عندك لو انت اخترت 48 شهر هتاخد 3 اشهر مجانا، وهتبقى بكام؟ ب $3.79. تمام. دي طبعا افضل حاجه فيهم لانك انت هتوفر كتير جدا جدا. انما بقى لو عايز مثلا تبدا كده مثلا، واللي في بالي انا انك انت تبدا مثلا بسنه الاول، تختار سنه، والسنه اللي انت هتختارها دي خلالها المكاسب اللي هتجيلك من خلال البورتفوليو بتاعك وكده تقدر انك انت تجدد كل سنه وهكذا يعني. فانت مثلا بتختار 12 شهر وبتاخد بقى ايه دومين مجاني للسنه الاولى، وتعمل بقى ايه ساين اب. لو انت مثلا عندك حساب جوجل بتعمل ساين اب بحساب جوجل، عندك حساب فيسبوك تعمل ساين اب بحساب فيسبوك، او انك انت تحط ايميلك وكلمه السر بتاعتك. هنا بقى ايه تحدد عمليه الدفع اللي هو تختار هتدفع بايه. عندك يا اما تدفع بالفيزا كارد بتاعتك اللي ينفع تدفع بيها بالدولار لو انت عندك كريدت كارد مثلا او حاجه زي كده في مصر، دفع عن طريق باي بال لو انت عندك فلوس في باي بال، او كوين جيت دي تقريبا عملات او حاجه زي كده، عملات رقميه ما اعرفهاش. وفي دفع عن طريق جوجل باي لو انت بقى ايه عايز تدفع عن طريق جوجل باي. وتحت جوجل باي المفروض انك انت يظهر لك اختيار فوري. اختيار فوري ده هيتيح ليك انك انت تدفع على هوستنجر بالجنيه المصري عن طريق فوري، وتقريبا اللينك او عمليه الدفع بيبقى معاك اسبوع لحد ما تدفع وكده، وبتملى البيانات دي وبتفعل الايميل وتبدا. بعد ما هتبدا بقى يعني طبعا انا هاخدكم للخطه بتاعت انك انت تبدا انك انت تشتغل على الموقع. بس مهم جدا جدا انك انت تعرف
ان الموضوع بقى في غاية السهولة، انك مش محتاج حد معاك يعمل لك كل حاجة. انا ممكن امشي معاك خطوة خطوة في الفيديو ده، لكن انت مش محتاج تعين ديفلوبر، مع احترامي وتقديري للديفلوبرز كلهم. بس طبعا ايه، في شركات بتستعين بيهم انا عشان خاطر مثلا بحتاجهم في بيزنس، يعني بيزنس بيدخل لي فلوس كتير، عندي المقدرة المادية ان انا ادفع لهم فلوس فيعملوا لي الشغل اللي انا عايزه. والشركات برضه نفس النظام، عندها المقدرة المادية. لكن فكرة هوستنجر ان هو عايز يستهدف الناس اللي يعني عايزه تجرب الحاجه بايديها. في متعه في انك انت تقعد تجرب بايدك وتظبط الموقع وبتاع بدون الرجوع للديفلوبر، والديفلوبر يعقد لك الدنيا. مع اني بحبهم كلهم يعني، بس الديفلوبر ممكن يعاد لك الدنيا ويقول لك لا دي مش هتظبط، لا ده ما اعرفش ايه، دي لازم نعمل لها كود سي اس اس، ودي لازم نعمل لها كذا وبتاع ما اعرفش ايه. بقى الموضوع في غايه السهوله عن طريق مثلا ايه، دراج اند دروب، اللي هو ايه، سحب وافلات. سحب وافلات، انك انت تسحب، انت عايز الايقونه دي تكون هنا بتسحبها وتحطها، عايز مثلا مربع الكلام ده يكون هنا بتسحبه وتحطه. فالموضوع بقى في غايه السهوله، وانت بجد مش محتاج معاك ديفلوبر يظبط لك الدنيا دي كلها، مع احترامي وتقديري واجلالي لهم كلهم يعني وكده. طيب تحبوا تاخدوا خصم اضافي؟ لو انت عايز تاخد خصم اضافي تقدر انك انت يعني دلوقتي السعر بدل ما كان 179 او 180 بقى 69. لو انت دخلت كلمة اي كيميا بالشكل ده ودوست تطبيق، هتلاقي السعر نزل من 69 ونص ل 62 ونص. فيبقى انت برضو ايه، وفرت لك حبة كمان عشان خاطر تعرف انك انت تدخل وتدوس وكده يعني. دي حاجة من الحاجات اللي انت ممكن تعملها. ويلا بينا عشان نبدأ نعمل الموقع سوا مع بعض. طيب يا شباب، خلاص اشترينا الباقة اللي احنا عايزينها، ودلوقتي هنبدأ ان احنا نختار او نفعل الايميل. اول حاجة تعملها انك انت تفعل الايميل، ما تنساش الخطوة دي. وبعدين تختار النطاق او الدومين نيم. الدومين نيم بتاعك ده اللي هو اسمك. انت دلوقتي لما بتدخل على فيسبوك بتكتب www.facebook.com. لو تدخل على يوتيوب برضو نفس النظام. لو انت عايز تدخل على الموقع بتاعي www.ikemia.com او www.ahmedgouda.com، انت هتختار الاسم بتاعك انت، الدومين اللي هو العنوان اللي الناس هتخش عليه. فهندوس على كلمة احصل على النطاق. النطاق هو الدومين. فهنشوف مثلا ايه الدومين. في عندي مثلا .me، عندي .com، عندي ده بينتهي بايه. انت عايزه مثلا ينتهي .me .com .fun .net .org. فخليها مثلا، خليني مثلا انا عندي ikemia.com، فخليني اشوف ikemia.me اذا كان متاح ولا لا. تحقق من توفره. متاح ليا، تمام، واقدر ان انا اشتريه. فانا هدوس مثلا حصول على النطاق. لو انت مثلا عايز نطاق معين، ايكيميا الاسم بتاعك .com مش متاح، ممكن تختار .net، ممكن تختار .me. شوف انت بقى ايه متاح ليه. فانا هحصل مثلا على النطاق بتاع ikemia.me، ikemia.me، تمام. خلاص. وانا مثلا عشان انا عايش في امريكا فانا هعملها امريكا، لكن انت تقدر انك انت تعملها مصر لو انت حابب. خلينا نكتب هنا بالعربي مصر، متاحه ليك مصر هنا اهو. تقدر انك انت تخليها مصر، بس انا هخليها امريكا. اوكي، الامريكيه، الولايات المتحده. اوكي، الولايات المتحدة شخصية، مش هعملها شخصية مش شركة ومنظمة. وبعدين التالي هنا بقى ايه الامور دي، الحاجات دي مهمة جدا جدا. لو انت اوريدي عاملها، لو انت فعلت الايميل بتاعك ومليت البيانات دي هتلاقيها موجودة. فانا الاسم عندي هنا اهو، تمام، احمد جودة. البريد الالكتروني، الولاية اللي انا عايش فيها مينيسوتا، المدينة، العنوان، وبتحط بقى ايه رقم التليفون بتاعك 612، وبعدين بتدوس على كلمة انهاء التسجيل. دي نقطة مهمة جدا جدا، لان كل واحد ملزم عشان خاطر يكون عنده موقع ملزم ان هو يملى البيانات دي. فحاول انك انت تملاها بطريقة صحيحة. بتدوس على انهاء التسجيل، وبنبدأ بقى ايه، نسجل الدومين ونبدأ نعمل الموقع بتاعنا او الاونلاين بورتفوليو الخاص بينا. هنخش بعد كده، بعد ما اشترينا الدومين نيم، نحصل على الاستضافه. ندوس على كلمه احصل على الاستضافه. الموقع ده لمين؟ لي انا وعملي. هندوس التالي،
وبعدين هل تريد انشاء موقع الكتروني او ترحيله، هنختار انشاء موقع الكتروني. التالي تمام ووردبريس مع الذكاء الاصطناعي او منشئ المواقع من هوستنجر. الفرق ما بينهم بقى ايه؟ انك انت لو ووردبريس بيتيح ليك بلجنز معينه وحاجات زي كده، هنا ده بقى ايه تقدر انك انت تنشئه وتختار ما بين ايه 150 نموذج. فخليني انا اختار ايه موقع هوستنجر. انا اشتغلت على ووردبريس كتير قبل كده، بس انا عايز اجرب معاكم موقع هوستنجر نفسه، منشئ الموقع بتاع هوستنجر نفسه، لان انا متوقع ان هو ده هيكون قوي جدا جدا يعني، لان السيستم كله مع بعضه كده يعني. فانا هدوس التالي تمام، واسم الدومين اللي هو ikemia.me. ماشي التالي دلوقتي بقى احنا دخلنا على الدومين نيم بتاعنا، فهنبدأ ان احنا بقى ايه نبني بقى الموقع سوا واحدة واحدة. فهندوس على start creating. خليني اعمل البراند نيم ايكيميا، ثانية واحدة كده نخليها بالعربي. خلينا نعمل الدومين نيم، البراند نيم هنسميها ايكيميا، و الويب سايت تايب هنخليها بورتفوليو تمام. و describe your brand، حط له بقى ايه كلام عني. فمهم جدا انك انت ايه تكتب بالتفصيل، معاك 700 حرف تقدر تكتبه، تكتب بالتفصيل كل حاجة عنك عشان خاطر يفهم انت محتاج ايه. فانا هنا ظبطت الكلام وكتبته تمام. كتبت بقى ايه ام احمد جوده video creator with over 8 years of experience. I have over 2000 I have created over 2000 videos including product videos explainer كذا كذا وبتاع ما اعرفش ايه، وعندي قناه كذا والحاجات دي كلها تمام. ماشي فانا ايه خلاص كملت بقى الحاجات دي. خليني بس اشيل الحته دي لان انا تقريبا كتبت بزياده، وكده زي الفل. وهدوس بقى ايه بعد دي تعالوا نشوف البرسوناليزيشن دي. surprised me modern minimal elegant. خلينا نشوف surprise me دي تمام. هو دلوقتي باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي هيبدأ يعمل لي موقع خاص بيا. طبعا انا هقدر ان انا اعدل على الموقع ده بعد كده واشوف الدنيا يعني ايه، يعني اعدل بقى في الصور. طبعا اكيد هحط صور لنفسي، هحط نماذج الاعمال بتاعتي، الحاجات دي كلها. لكن هو بيظبط لي الدنيا دي كلها باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي. وتعالوا نشوف هنوصل لموقع شكله عامل ازاي. اوكي وي ار جيتنج ذير. طبعا ايه اللون الاخضر انا ما بحبوش خالص، وده عادي جدا جدا، انا ممكن ان انا اغيره. ماشي هنا بقى ايه بروجكت شو كيس تمام، ده اللي انا كان نفسي فيه فعلا ان هو يعمل لي حاجه بالشكل ده. اوكي with over 8 years of experience. اوكي yes video creator services, professional video production, brand advertising solutions, وسوشيال ميديا ماركتنج. yes that is awesome. اوكي ماشي. هنا بقى بيقول لي ايه edit ويب سايت تمام. تعالوا بقى ايه edit الويب سايت. build either with interactive checklist. اوكي طبعا احنا محتاجين بقى ايه نقدر ان احنا ناد سيكشن وبتاع ونظبط الحاجات دي كلها. ماشي طيب اوكي خلينا كده ايه احنا محتاجين بقى ايه نظبط انا عايز اظبط الالوان اول حاجة. ماشي change select. خلينا نروح ناحية الاحمر عشان انا بحب اللون الاحمر زي ما انتم شايفين كده. اللون ده مثلا ايه حلو قوي كده، ندوس على accept. ده اللون ده. طيب ماشي لا لون ال... خليني ايه اختار حاجة في الفواتح قوي. فين اوف فين بقى؟ هو ده ولا غيره؟ ثواني نشوف كده.
اللون الاخضر فين؟ احنا عمالين طبعا بنجرب كل حاجه سوا مع بعض. يا جدعان، يس. اوكي we are getting there. تعالوا بقى نختار دي نخليها ابيض. يا سلام. الفونتس طبعا، الفونت ده الفونت ده مش عاجبني خالص. انا عايز حاجه تكون ايه، يعني تايب رايتنج. هي دي الفونتس المتاحه، بس تقريبا ينفع ان انا اضيف الفونت بتاعي. اوكي، عايز اكتب ايه؟ هاند رايتنج. اوكي، مفيش هاند رايتنج. طبعا انا اقدر ان انا اقعد لي بقى شويه محترمين الحاجات دي كلها لحد ما الواحد يوصل للون. ده عندهم كميه خطوط كتيره جدا. اوكي ده بولد ولذيذ كده يعني. وانا لو كتبت كلمة هاند، يس يا سلام. اوكي ماشي كده. انا هبدأ بقى. طبعا الصورة دي مش بتاعتي، بتاعت واحدة انا ماليش دعوة بيها، فانا بقى محتاج ان انا اغيرها. فلو انا عايز اعمل upload image، ممكن اختار مثلا الصورة من هنا واحطها. فين الصور العدلة بتاعتي اللي ممكن تنفع؟ ممكن يعني نحط مثلا الصورة دي كده بشكل مبدئي. تمام. وابلود فايلز. لا، ما انا خلاص انا عملت ابلود فايلز. سيلكت دي. اوكي، محتاج بقى اظبط بقى الصورة دي. crop it. نايس جدا. ايوه done. ده كده مثال لتظبيط الصورة. ماشي. وهنا بقى الواحد يبدأ يحط بقى الفيديوهات بتاعته عشان خاطر يظبط الدنيا. فالموضوع طلع في غاية السهولة، طلع سهل جدا جدا يعني. اقدر بقى من هنا اشوف الموبل فيو. ده شكل الموبل فيو. عسل جدا جدا يعني. هظبط الويب سايت وهوريكم هيطلع بشكله عامل ازاي في الاخر يعني. بصوا كده يا جدعان، بعد اقل من ساعه، يعني في حدود ساعه، تمام، قعدت كده اجمع كلام واجمع صور من عندي وبتاع وما اعرفش وابدا ان انا احط نماذج الاعمال بتاعتي. طلعت باللي انتوا شايفينه قدامكم ده كده ويب سايت بورتفوليو للحاجات اللي انا بعملها، الخدمات اللي انا بقدمها، نماذج الاعمال بتاعتي، انا مين. ولسه في الصفحات الباقيه دي هبدا ان انا احط حاجات اكتر وكده يعني. لكن ده كده شكل الديسكتوب فيو. وادي زي ما انتم شايفين كده حاجه بسم الله ما شاء الله جميله جدا جدا وحلوه قوي. وده الموبل فيو. بصوا الموبل فيو حاجه كده شكلها كده روعه. الدنيا متظبطه وحلوه قوي وفي سبورت لحاجات كتير. بصراحة أنا انبهرت أكتر باستخدام حاجة اللي هي الذكاء الصناعي. أنتوا عارفين طبعا الويب سايت كله معمول بالذكاء الاصطناعي، وحطيت القسم بتاع الخدمات ده برضو حطيته من ضمن اللي هو بص، شايف الاي اي تولز دي؟ بتدوس عليها وبتبدأ انك انت تختار عايز ايميج جنريتور، ماشي، رايتر يكتب لك مقالات، عايز بيج يعمل لك صفحة كاملة بالاي اي، عايز سيكشن واحد زي مثلا السيكشن ده كده يعمل لك سيكشن، عايز تعمل بلوج، هيت ماب، اس اي او اسيستنت، ولوجو ميكر. لو انت ما عندكش لوجو تقدر انك انت تستخدم ده. بصراحة يعني والله انا ما كنت متوقع انه يبقى بالجمال والحلاوة والطعامة دي. ده وكمان اقدر اعمل 100 موقع بالاشتراك بتاعي.
ايه ده؟ يعني اعمل موقع؟ لسه والله زوجتي كانت بتقول لي بص بقول لك ايه، ما تعمل لي موقع. والله بجد بتقول لي ما تعمل، قلت لها ماشي. قالت لي هنشترك تاني، قلت لها لا مش هنشترك تاني، انت مش معاك الدومين بتاعك، هناخد الدومين ونعمل بيه موقع. فبصراحه حلو جدا، يعني حاجه كده في غايه الروعه. وهنبلش الويب سايت وهسيبه برضو ايه كده يعني. فهحط لكم اللينك بتاع الاشتراك في هوستنجر في الكومنتس او في الديسكريبشن بتاعت الفيديو. وعشان خاطر تاخد الخصم الاضافي تقدر انك انت تكتب اي كيمياء، وهتاخد باستخدام الكود ده خصم تاني ويوفر عليك اكتر. وبصراحة كل واحد فينا لازم يكون معاه بورتفوليو الشغل بتاعه. فشكرا ليكم، وانتظروا فيديوهات تاني عن ازاي ان احنا نعمل مواقع جامدة جدا جدا بالشكل ده. سلام.